ماذا لو قلتلك إن المسيح ما ماتش على الصليب؟ طب لو المسيح ما ماتش يبقى مين اللي مات؟ اللي اتصلب على الصليب ما كانش المسيح. الناس اللي بيقولوا كده مش طالعين من كهف، دول باحثين ومؤرخين ونظريات دينية معمولة من قرون. تخيل لو عشت عمرك كله مصدق إن في حدث ضخم حصل في التاريخ، بس بيجي حد يقولك استنى كده، هو أنت متأكد إن اللي اتصلب ده أصلاً كان المسيح؟ نيجي بقى لكشمير وتحديداً مدينة سرينجار. في هناك ضريح اسمه روزابال. الناس المحليين بيقولوا إن اللي مدفون جواه نبي اسمه يوز أساف. عادي؟ لا خالص، لأن بعض الباحثين وعلى رأسهم هولجر كريستن بيقول إن يوز أساف هو ده المسيح بنفسه. وخليني أزيدك من الشعر بيت وأقولك إنهم لقوا على الضريح نفسه رسمة لرجلين فيها علامات مشابهة جدا لآثار المسامير اللي كانت بتتزرع في رجلين المصلوب. خلينا في موقف الأديان من الليلة دي عشان أنا دماغي لفت. العقيدة المسيحية مش بس بتقول إن المسيح مات على الصليب، ده هو الموضوع نفسه أساس الإيمان. يعني لو فكرت تشكك في فكرة الصلب بتشيل من على المسيحية حاجة أساسية وبيكون كفر صريح. فكرة إن المسيح ممكن يكون نجا أو مش هو اللي مات ده مش مجرد تشكيك في قصة، ده تهديد لفكرة الخلاص اللي المسيحيين كلهم بيؤمنوا بيها.